السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل عروض لشغل الاونلاين. عملت صاجين، واحد من الاسبونج، واحد فانيليا، وواحد شوكولاتة. تمام. والصاج ده عبارة عن 25 في 30 تقريبا. تمام. مش 30 في 40، مش صاج كبير يعني. وحطيت فيه مقدار، لو انت هتشتغلي بالاسبونج الجاهز حطي مقدار الربع كيلو اسبونج جاهز. لو انت هتشتغلي بالسبونج البيتي هتحطي ال 150 جرام من الدقيق، وال 100 جرام من السكر، ومعلقه المحسن، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه الخل او سنه خل يعني صغيره، وكمان الفانيليا، والثلاث بيضات. ده مقدار. وطبعا فنجان ميه صغيره ساقعه. ماشي. ميه تكون خارجه من التلاجة، والمحسن معاكي برضو خارج من التلاجة. انا دلوقتي هشتغل بالعلبه اللي هي الكبيره، العلبه اللي مكتوب عليها 2000 جرام، اللي هي مفروض بتشيل 2000 جرام. تمام. هتجيبيها تحطي. طبعا انت لو العميل طالب كلها شوكولاته هتحطي كلها شوكولاته، طالب نص ونص هتحطي نص ونص. فانا عملت صاجين علشان خاطر اطلع النص ونص. تمام. هعمل منها علبتين نص ونص، وكمان هيتبقى قطعة تقدري تطلعي منها كبات. بس انا العرض بتاعي النهارده هيبقى علبة الكيكة او علبة التورتة. وطبعا دي سهلة في ان انت تنقليها للعميل، هتحط في شنطة بلاستيك عادية جدا. مش هتحتاجي ان انت تجيبي بوكس وتحطي بقى جواه. يعني اهم حاجة لما تيجي تعملي عروض الاونلاين عشان تكون سهلة عليكي وتوفر معاكي كتير جدا، اذا كان مجهود او توفير في الفلوس يعني. هتقدري ان انت تجيبي العلب، تشتغلي في العلب المقفولة اللي يكون لها غطا، بحيث ان انت هتحطيها في شنطة. بدل ما تسميه بوكس بقى هتسميه شنطة. تمام. شنطة كذا او كده يعني. بدل ما تجيبي البوكس ويبقى تمن بوكس وتمن كمان مثلا لو هتعملي فيها تورتايه يبقى قاعدة للتورتايه والبوكسات او القبات اللي هي المفتوحة. فلا، انت اعملي تورتة العلبة بدل التورتة اللي هي على القاعدة، واعملي الكبات الصغيرة معاها ايا كان بقى. تعملي كنافة، تعملي فادج، تعملي اي حاجة. تمام. هبتدي طبعا ان انا اركب طبقات. طبعا انا مستخدمة كريمة المتحدة، لا غنى عنها. شايفين الطبقة سمكها قد ايه؟ لو هتشتغلي طبعا في الصاج اللي هو 30 في 40 ممكن تاخدي مقدار 300 جرام اسبونج جاهز، بحيث ان الطبقة بتاعتك تكون عالية. هنحط طبقتين بس في العلبة اللي هي تورتاية العلبة. تمام. وطبعا هتحسبي تكلفتك كلها لكل حاجة تحطيها في البوكس، وهتشوفي هتطلعي البوكس بكام، وبحيث ان يكون ليكي فيه مكسب. وفي الايام دي ممكن حضرتك على حسب المكان اللي انت فيه تقللي المكسب او تزوديه براحتك خالص. اهم حاجة يكون يعني مبلغ يرضي ربنا. تمام. فاحنا دلوقتي كده بنركب التورتاية اللي هي العلبة، وكمان هنعمل كذا حاجة تاني معاها. بدأت ان انا اساوي السطح كده بتاعي، والابيض عملته كده بالسكرابر المشرشر، او لو عندك شوكة بتاعة الاكل عادي جدا هتعملي بيها. اهم حاجة قبل ما تدخلها التلاجة، علشان خاطر لو دخلتها التلاجة الكريمة هتبوظ منك لو حبيتي تعملي فيها بالسكريبر يعني او حاجة. تمام. بعد كده بقى معايا تاني حاجة الفادج. بصوا الفادج ده استعملت فيه كاكاو غامق جدا جدا جدا، هو كاكاو اسباني بس درجة بتاعته اسود بلاك، يعني غامقة قوي قوي قوي. تمام. انا قلت اجربه بصراحة، الحمد لله يعني ما بص، وطعمه تحفة، طعمه كاكاو قوي، طعمه شوكولاتة قوي. بصوا الكاكاو لونه عامل ازاي، غامق قوي. انا جبت بصراحة ب20 بحيث ان انا اجربه، بس هو طلع الحمد لله كويس. ولما الاقيه، لانه انا بلاقيه صدفة، هو الاسباني ده بينزل صدفة، الغامق ده بينزل صدفة. فانا لما الاقيه ان شاء الله هجيب منه ربع ونص اخليه عندي. طبعا الكاكاو عارفين ان هو وصل 200. تمام كده. فهنبتدي بقى ان احنا نجيب. بصوا العلب دي عندي، دي مش اللي ارتفاعها عالي، في بقى اللي ارتفاعها عالي قوي دي بتاعت القشطوطة. لا، دي ارتفاعها قليل شوية. تمام. او الوسط، في اقل من كده. هجيب العلبة بقى واقيس. انا عاملة الصاج اللي هو 30 في 40 ببضاية واحدة، مقدار البيضة الواحدة. الفادج اكيد طبعا انتوا عارفينه، ناس كتير عاملاه على اليوتيوب. هتبدأوا تعملوه، تحطوا فيه صاج اللي هو 30 في 40 هيطلع لك بصوا بالسمك ده، سمكه عالي على فكرة، مش قليل. تمام. لكن الصاج اللي انا عملت فيه الاسبونج هيبقى عالي قوي، بلاش، عشان لسه هتحطي مقدار الكريمه بتاعتك. طبعا انا حاطه موس شوكولاته.
المقدار اللي انا ضربته لتورتة العلبة اتبقى منه شوية كريمة. انا ضربت حوالي 250 جرام من الكريم شانتيه، واتبقى كريمة، فرحت حاطة عليهم شوية موس شوكولاتة وكملت، وبدأت ان انا اخرم بقى بشوكة معايا او اي حاجة، عصاية شيش طاووق، اي حاجة خرمي الفادج بتاعي علشان خاطر هسقيه بقى بايه. عندي شوكولاتة، انا مش عندك نسكويك اعملي، حطي نسكويك على اللبن وشربي بيه الكيك بتاعك. انا جبت شوية من جناش الشوكولاتة وحطيتها، زودتهم لبن بقى، خففتهم قوي كده، بدأت ان انا اسقي بيه الفادج بتاعه. كان طعمه بصراحة خرافة جدا، طعمه تحفة. طبعا ده هيبقى مع كيكة العلبة او تورتة العلبة. يبقى احنا كده رضينا اللي بيحب السبونج والخفيف يعني الاسفنجي، واللي بيحب كيكة الفادج. وهنحط صنف تالت وهقول لكم ايه هو ان شاء الله. هبدأ ان انا اشرب كده واحط كمان الكريمة بتاعتي في كيس حلواني. طبعا دي مش موس صافي، دي كانت كريمة باقية من السبونج ومش هرميها. هحط بقى عليها موس شوكولاتة، شوية من بودرة موس شوكولاتة، وابدأ ان انا اضربها. وكمان زودتها شوية لبن بقى مش شوية مية عشان تبقى غنية، عشان افصل ما بين الفادج وكيكة الاسفنجية بعملها بمية. وخصوصا ان دي عروض هتطلع، يعني انا كنت عاملاها بالحجز، يعني عارفة هي رايحة لمين. لو انتي عاملاها ومش عارفة هي رايحة لمين وكده، حطي لبن باودر مع الموس عشان الموس بيحب اللبن. حطي لبن باودر مع الموس زي ما بنعمل في كريم شانتيه برضو. حطي لبن باودر لو نوع الكريمة مش غنية قوي، وحطي معاها اعمليها بمية ساقعة. تمام. هبدأ بقى، بصوا دي كمان ليها غطا اهو بقول لكم، بحيث ان ايه انتي هتطلعي الاوردر بتاعك ده في شنطة. انا جبت بس اللقطة ما عملتهاش، يعني ما جاتش معايا. حطيت نقطة من الشوكولاتة، ومرة اعمل علامة السبعة، مرة نقطة مرة علامة السبعة، بحيث ان هو يديني شكل ايه، وردة كده. اي جرنش بقى عندك مكسرات، عندك ويفر، عندك اي حاجة عندك. حاطة كيكة هوهوز كده على الكيكة اللي هي بتاعة الاسبونج، وحاطة مربى حليب وعليها لوزاية كده. اي تزويق عندك، بس حاولي على خفيف علشان خاطر انت هتطلعي الاوردرات دي بسعر رمزي. مش هيبقى فيها مكسب قوي، بحيث ان انت تنشطي الجروب بتاعك. وحطيت معاها كمان اخر صنف، عملت معاها ربع كيلو من الميني دوناتس، كان تحفة بصراحة. والميني دوناتس طبعا عملته على القناة، بعمله في الجهاز اللي انا وريته لكم قبل كده. وده كده كان العرض بتاعي. علبة من السبونج كبيرة، علبة تورتة، وكمان علبة الفادج، وعلبة كمان بتاعة الدوناتس حطيت فيها ربع كيلو دونات، وقفلتهم على كده وحطيتهم في شنطة. وبدأت ان انا اعرضهم. لو انتي قايلة قبلها هتبقي واخدة حجز، في زيادة عندك هتعرضيه، وان شاء الله عندك الجروب هيتباع. بصراحة العرض كان جميل جدا وسعره رمزي جدا جدا جدا. احسبي تكلفتك على حسب المكان اللي انت فيه وعلى حسب خاماتك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.